قبل ما نبدأ، سيب أي قناعة عندك عند باب اللحظة دي، واعتبر الدقايق الجاية مش محاولة للإقناع، لكن دي دعوة إنك تشوف الحياة من زاوية يمكن تكون نسيتها من زمان. وهنا في قعدة الروقان إحنا مش بندور على إجابات جاهزة، لكن إحنا بندور على فهم أعمق. ولما الفكرة تلمس قلبك هتلاقيها محفوظة في قعدة روقان، أرشيف القلوب، المكان اللي الذكريات فيه مش مجرد ماضي، لكن دروس ومشاعر وحكايات لسه بتشكل حاضرنا. أنا نعمة الكومي، وده بودكاست قعدة روقان. خليني أسأل سؤال بسيط. عمرك حسيت إنك فجأة بقيت عملة نادرة، لكن مش علشان قيمتك زادت، لكن علشان بعدت؟ وعمرك حسيت إنك لما كنت متاح دايما حد كان بيشوفك قليل، مش لأنك قليل لكن لأنك متوفر؟ النهاردة مش هنتكلم عن الحب ولا عن الصداقة ولا حتى عن العلاقات السامة بشكلها التقليدي. النهاردة هنتكلم عن حاجة أخطر بكتير، لما العلاقات تتحول لسوء، ولما المشاعر تمشي بقانون العرض والطلب. في الاقتصاد قانون العرض والطلب بيقول إن كل ما الحاجة تقل سعرها يعلى، وكل ما الحاجة تكتر قيمتها بتنزل. المشكلة إن القانون ده اتسرب للعلاقات الإنسانية. بقينا نقيم بعض مش على أساس الصدق ولا على أساس الأمان ولا على أساس الاحترام، لكن على أساس هو متاح قد إيه، بيرد بسرعة، دايما موجود، ولا صعب الوصول. ومن هنا بدأت الكارثة. في علاقات كتير الشخص اللي بيحب أكتر بيطلب أقل، وبيستنى أكتر، وبيتنازل أكتر. والشخص اللي بيحب أقل بيبقى هو العملة النادرة، مش لأنه أحسن ولا أذكى ولا أنضج، لكن لأنه أقل عرضا. فالعلاقة بدل ما تكون مساحة أمان بتتحول لمزاد صامت. مين يختفي أكتر؟ مين يتأخر أكتر؟ مين يبان إنه مش محتاج؟ الغريب إن في ناس ما كانتش كده في الأول، كانوا حقيقيين ودافين وعندهم صراحة، بس لما اكتشفوا إن الاهتمام الزيادة بيخلي الطرف التاني يستهون، اتعلموا يمثلوا، يبانوا مشغولين، ويتأخروا في الرد، ويقللوا الكلام، مش علشان هم كده، لكن علشان السوق علمهم كده. وهنا العلاقة بتموت ببطء، لأنها قامت على تكتيك مش على صدق. في قانون العرض والطلب العاطفي دايما في طرف خسران، هو الطرف اللي مش بيعرف يمثل ولا بيتقن الانسحاب ولا بيعرف يتقل. هو الطرف اللي لما بيحب بوضوح، وده بيتعاقب مش لأنه غلط، لكن لأنه صادق في عالم بقى بيكافئ الغموض. بس السؤال المؤلم، هل الندرة بترفع القيمة فعلا ولا بتفضح فراغ الطرف التاني؟ هل الشخص اللي حبك لما بعدت كان بيحبك ولا كان بيحب إحساس إنك مش مضمون؟ في فرق كبير بين إنك تكون مرغوب وإنك تكون مطلوب علشان صح. بس السؤال، العلاقة الصحية فين؟ العلاقة الصحية ما بتمشيش بقانون السوق، وما فيهاش انسحب علشان اتحب، أو أتقل علشان أكون محترم، أو أختفي علشان أشتاق. العلاقة الصح بتبدأ على مبدأ مختلف تماما. الوضوح بيولد الأمان، والأمان بيولد القرب، والقرب ما بيقللش القيمة لكن بيثبتها. أخطر إحساس إنك تحس إن وجودك مش مهم إلا لما تقل، وإن صوتك ما يتسمعش إلا لما تسكت، وإن قيمتك مش في إنك إنسان لكن في إنك نادر. وده كفيل يخليك تشك في نفسك مش في العلاقة. بس خلينا نعرف الحقيقة اللي محدش بيحب يسمعها، إن اللي بيحبك بجد مش هيحتاج يختفي علشان يشتاق، ولا تتقل علشان يتمثل، ولا اللي ما شافش قيمتك وانت حاضر مش هيشوفك وانت غايب. وفي النهاية لو حسيت ان علاقتك ماشية بقانون العرض والطلب، اسأل نفسك، هل انا في علاقة ولا في سوق؟ وهل انا محبوب ولا مرغوب علشان صعب؟ وخليك فاكر ان الانسان مش سلعة، والمشاعر مش مزاج،
والقلب اللي محتاج تمثيل علشان يتحب، مش مكان آمن. تستحق علاقة تقدرك وانت موجود، مش لما تختفي. في نهاية الحلقة، لو الحلقة لمستك شاركها وابعتها لحد يكون محتاج يسمعها، وسيبوا تعليقاتكم لأن رأيكم يهمني ويسعدني.